عمرك سألت نفسك ليه كل ما تحاول تعيش مبسوط تلاقي مشاكل جديدة بتطلع لك؟ ليه ما نحاول نهرب من الوجع بيرجع يلاقينا تاني؟ أنا محمود وبقدم لك هنا ملخصات كتب، بس مش أي ملخص، أنا بديك العمق اللي في الكتاب اللي فعلا تغير حياتك وتخليك تشوف الدنيا من زاوية مختلفة. ويلا بينا نكمل درس من كتاب فن اللامبالاة لمارك مانز. كتير من الناس عندها فكرة إن السعادة معناها إن حياتك تكون سهلة، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش ألم. يمكن حتى تلاقي ناس بتدور على الطريق المختصر، إزاي أعيش مرتاح من غير وجع دماغ، إزاي ألاقي السعادة المستمرة اللي ما تخلص. بس الحقيقة يا جماعة إن ده وهم. مارك مانز بيقول إن المعاناة مش حاجة استثنائية بتحصل لبعض الناس، لأ، المعاناة جزء طبيعي من حياة كل إنسان. السؤال مش هل هتعاني، لأ، السؤال هتختار تعاني في إيه أصلًا. خلّيني أوضح لك بمثال بسيط، لو واحد عايز ينجح في شغله ويبقى مميز، طبيعي هيواجه ضغط الشغل، قلق من الفشل، ساعات طويلة من التركيز والتعلق. لو واحد تاني عايز علاقة عاطفية حقيقية لازم يستحمل لحظات الخلاف، النقاشات الطويلة، ويضحي ببعض الراحة علشان يحافظ على العلاقة. يعني أي إنجاز أو أي قيمة في حياتنا وراها معاناة، الفرق الوحيد إن في معاناة ليها معنى وفي معاناة ما لهاش أي معنى. تخيل مثلًا اتنين، الأول بيصحى كل يوم الصبح بدري يتدرب ويتعب ويرجع بيته منهك، والتاني بيصحى برضه بدري يروح شغل يكرهه، يشتغل بالساعات لمجرد المرتب. الاتنين بيتعبوا، بس الأول بيتعب في حاجة بيحبها، شايف قيمتها، عارف هو بيعملها ليه. أما التاني بيتعب في حاجة ما لهاش معنى، عنده مجرد روتين علشان يعدي اليوم مش أكتر. وده اللي يقصده مارك. المعاناة مش العدو، لكن لازم تختار وجع يستاهل. خلينا نقرب الموضوع أكتر لقصة حقيقية. مارك مانسون نفسه بيحكي إنه قضى سنين طويلة في مطاردة السعادة السريعة، سفر كتير، علاقات سطحية، تجارب من غير مسؤولية. في الأول حس إنها حرية، بس مع الوقت اكتشف إنه تايه وبيتحمل ألم النقد والرفض. حس لأول مرة إن حياته ليها معنى، لأن الوجع اللي بيعيشه بقى في اتجاه هو مؤمن بيه. هنا أسألك سؤال، لو حياتك دلوقتي صعبة، التعب اللي أنت عايشه ده في اتجاه أنت مؤمن بيه ولا في حاجة مالهاش علاقة بقيمك الحقيقية؟ اسأل نفسك، هل الألم اللي عندي ده هيوديني مكان أنا عايزه ولا بيستهلكني في حاجة مش فارقة؟ في دراسة اتعملت على رياضيين محترفين لقوا إن معظمهم مش مبسوط بمعنى الراحة، لكن راضي ليه؟ لأنهم شايفين إن معاناتهم ليها معنى، التمرين الشاق، الإصابات، التضحيات، كلها في سبيل حلم بيسعى ليه. إحنا ساعات بنهرب من المعاناة ونفكر إن الحل هو الراحة، لكن الصراحة الراحة المستمرة بتخليك تحس بالفراغ. زي بالظبط لما تقعد يوم كامل من غير أي حاجة تعملها، في الأول هتحس إنك مبسوط، لكن بعد شوية هيجيلك شعور بالملل والعدم. الإنسان محتاج يتعب، بس يتعب في حاجة تستاهل أو فاهم هو بيتعب ليه. خليني اديك تمرين صغير، اكتب دلوقتي على ورقه 3 حاجات انت بتتعب فيها بشكل يومي، واسال نفسك هل التعب ده في طريق انا راضي عنه ولا لا؟ ولو لا، هل في امكانيه تغير الاتجاه ده وتختار وجع مختلف يكون ليه معنى اكبر؟ خد بالك، مارك بيأكد ان اختيار المعاناه مش معاناه انت تختار حياه كلها وجع وصعوبه، لا، هو بيقول لك هو لازم تتألم حتمي، لا، هو بيقول لك لو لازم تتألم وده حتمي يبقى خليك ذكي واختار الألم اللي هيبنيك مش اللي هيهدك. فكر في حياتك زي رحلة جبل في طريق سهل ممهد ما فيهوش صخور، بس هيوصلك لقمة صغيرة مش شايف منها أي حاجة، وفي طريق صعب مليان مطبات وصخور تسلق، بس لو كملت فيه هتوصل لقمة عالية جدا هتشوف منها المنظر كله. سؤال، أي طريق تستاهل عرقك وتعبك؟ الخلاصة، المعاناة مش عدوك، المعاناة هي اللي بتدي للحياة طعم ومعنى. كل ما تكون منك إنك تختار نوع الألم اللي مستعد تتحمله، لأن ده اللي هيحدد نوع حياتك. فدلوقتي فكر وجاوبني في الكومنتات، ايه الألم اللي مستعد تتحمله عشان توصل لحاجة تستاهل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك باقي السلسلة. احنا لسه مكملين مع فن اللامبالاة، ولسه فيديوز تانية هتغير طريقة تفكيرك 180 درجة. يلا بينا.